السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. النهارده الخميس 1 يونيو. الاجواء اليوم في اسكندريه سبحان الله اجواء مكتومه شويه. لو نازلين ان شاء الله النهارده بالليل او بكره باذن الله تقضوا الجمعه تقضوا السبت اجازه. من شويه الجو كان بيشتي شتاء خفيف كده، ولكن الاجواء مكتومه. يعني ايه مكتومه؟ يعني في غبار، في رمله في الجو، في زي داخلين على موجه شرد، داخلين على موجة حر جامدة سبحان الله. الأجواء غير مستقرة، طقس غير مستقر. أتمنى لو حضراتكم أول مرة تتابعونا اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد يوصل لكم عن اسكندرية. الأهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من أسفل الفيديو. في ناس كتير طبعا ان شاء الله، في طبعا ضيوفنا باذن الله بيوصلوا بالليل النهارده الخميس او الفجر علشان يقضوا الجمعه والسبت. ننصحكم خلي بالكم الدنيا زي ما قلنا لكم في شتاء خفيف، الاجواء غير مستقره، ما بين برد بالليل، ما بين حر بالنهار، ما بين اجواء فيها شرد. نتمنى تشرفونا في اي وقت ان شاء الله. لو نازلين بكره باذن الله او النهارده بالليل تشرفونا. اتمنى لكم ان شاء الله صيف جميل، ايام جميله باذن الله تعالى. اما عن المكان اللي احنا بنصوره فيه النهارده 1 يونيو 1/6، احنا موجودين في منطقة أبو النواتير أو منطقة كفر عبده، من أجمل شوارع منطقة كفر عبده. مأمون، شارع مأمون الرصافي، احنا كده اتجاه منطقة وينجت، اتجاه منطقة زعربانة شارع لطفي الأدوار. شارع مأمون الرصافي، البحر فين من هنا؟ البحر على الشمال، على شمالنا في البداية شارع أبو قير، ثم الطرماي، ثم البحر. على يمين الصورة قطار أبو قير، أرض شركة النحاس ومنطقة الظهرية وترعة المحمودية القديمة اللي اتردمت وأصبحت شؤون الأمل، ثم بقى العزب، عزب حجازي وحجر النواتية، إلى أن نصل للطريق الزراعي. كده احنا طالعين من منطقة كفر عبده. هتاخدوا بالكم احنا بص كنا على تبة منطقة كفر عبده أو أبو النواتير، على تبة عالية. شوف احنا كده نازلين من على التبة الأسفل، خدت بالكم احنا بننزلوا على تحت. او بص كده ده شارع الله يرحمه الدكتور لطفي الادور، توفى الشهر اللي فات. بص احنا كده على تبة. شوف النزول بقى على وينجت، تاخدوا بالكم النزول لاسفل الشارع في انحدار. بص التبة من فوق لتحت، لو طالع يبقى من تحت لفوق، لو نازل من فوق لتحت. احنا كده اتجاه وينجت، ثم بعد كده شارع وينجت، ثم بعد كده شارع وينجت هيكون الرعاية وكده، وبعد كده نعدوا على سوق زعربانة ومنطقة زعربانة هيكون على شمال الصورة طبعا بوكلة الطيار أحمد أبو السعود، إلى شارع أبو قير. على اليمين هيكون قطر أبو قير، الظهرية، حجر النوتية. لو هتاخدوا بالكم حاليا الجو بيشتي، الجو بيشتي النهاردة الخميس 1 يونيو. الجو حاليا سبحان مغير الأحوال، الجو بيشتي، الجو مكتوم، الجو فيه غبار وتراب، الجو داخل على الاجواء الشرد اللي هو الحر اللي ما تطقش فيه نفسك كده. تمام. البحر فين؟ البحر امامنا مشروع سيدي جابر الجديد، ده هو اعلى قمه او اعلى برج سكني او مشروع في اسكندريه حاليا، عدى سان ستيفانو. الجو حاليا بيشتي في عز الصيف، جو حر جدا كتمة، ولكن الجو بيشتي. شتاء خفيف كده، رذاذ كده. حبينا ننقل لكم الاجواء الدنيا فيها ايه، علشان لو نازلين النهارده ان شاء الله الخميس بالليل الفجر الصبح تقضوا يوم يومين تكونوا واخدين بالكم الدنيا فيها ايه. موجودين فين حاليا بالكاميرا؟ اعلى منطقه ابو النواتير او كفر عبده حاليا. البحر امامنا، خلفنا قطار ابو قير، منطقه الظهريه، شركه نحاس، ممكن تقول سموحه، ممكن تقول حجر النوتيه، كل ده خلف الصوره. بص مفيش السحاب حتى سبحان الله، الجو مكتوم.
قطار اسكندرية القاهرة وباقي المحافظات. سموحة الجديدة أمامنا، على الشمال ترعة المحمودية القديمة اللي اتردمت، والطريق الزراعي منطقة أبيس، الظهير الزراعي لاسكندرية. طبعا الأماكن اللي أمامكم دي كلها كانت تتبع سيدي جابر، كانت كلها موز ونخل زمان ومانجا وجوافة، كانت سبحان الله يعني مزروعة بخيرات ربنا. إلى الآن لسه بعض النخيل اهو موجود اهو، ولكن اصبح كل مكان النخيل والموز. كتير افلام كتير قوي ابيض واسود، كان في فيلم مشهور لعادل ادهم متصور في هذه المنطقه لما كانت كلها مزارع موز ونخيل. امامنا نادي سموحه ومشروع بيتك في النادي، ثم شارع 14 مايو، ثم تعاونات سموحه. السما زي ما انتم شايفين.